بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. المره دي خبر بعيد عن الكوره، بس معلش يعني تعالى نتكلم شويه في قصه الرياضه التونسيه. طبعا احنا عارفين ان السباحين التوانسه الله اكبر رافعين رايه البلاد وبيكسروا الدنيا الله اكبر في المحافل الدوليه. ابن حنفي بالله عليك بلاش نبر، علشان خاطر لا مؤاخذه عدوا تقولوا كره اليد التونسيه بقى دلوقتي في تجنيس لا مؤاخذه يعني من قبل اللعيبه التوانسه في قطر والخليج. عايزين ايه من السباحين؟ بيقول لك لا مؤاخذه يعني السعوديه جنست سباح شاب. نهار اسود، حتى السباحين بجد، والله حتى السباحين عايزين ياخدوهم منك يا صاحبي. بيقول لك السعوديه جنست السباح التونسي رامي الرحموني لتمثيل المملكه العربيه السعوديه. بجد عيب عليك. المشكله بقى ان القصه دي بدات تخوف شويه. ليه؟ في سباحين توانسه بيعانوا من تجاهل كبير، زي احمد ايوب الحفناوي مثلا. الحفناوي بيعاني من تجاهل، والراجل ده كان طالع الله اكبر عليه. فجاه كده الدنيا بالنسبه له ما بقتش افضل حاجه، لان هو بقى بيعاني نفسيا بسبب ان هو ما حدش بيدعمه. فانت بتتكلم على ان الموضوع بدأ يبقى صعب شويه. يعني دلوقتي في اعين بدأت تتجه لتونس علشان خاطر تجنيس. والله التوانسه ما بيعرفوش يلعبوا كره يد بس، ولا بيعرفوا يلعبوا كره قدم بس. يعني بسم الله ما شاء الله منتخبات تونس، منتخبات تونس كانت ممكن تبقى فيها لعيبه جامده جدا ومميزه جدا، بس اللعيبه دي اختارت ان هي تتجنس في قطر، سواء كره يد او حتى كرة قدم. دلوقتي قطر بقت بتجنس دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني هي والامارات لعيبه شباب توانسه عادي جدا. بيقول لك لم يكن خبر تجنيس السباح الشاب رامي الرحموني لتمثيل المملكه العربيه السعوديه حدثا عابرا. ما ينفعش يبقى حدث عابر، لا احنا محتاجين نركز في سباحين ممكن يتاخدوا بيه، ولا لا مؤاخذه يعني سباحيننا بيمثلوا بلدان تانية. أعادت إلى الواجهة ملف هجرة المواهب وتحديات الحفاظ على رياضي النخبة. رئيسة الاتحاد التونسي للسباحة هادية منصور كشف في تصريح إعلامي إن عملية التجنيس تمت بصفة رسمية، مؤكدا ان اطراف تونسيه رفضت الافصاح عنها لعبت دور في تغيير وجهه السباح الشاب. واشارت ان الرحموني قد انقطع عن التواصل منذ قرابه عامين مع الاتحاد واللجنه الوطنيه الاولمبيه وجمعيته الام الترجي الرياضي التونسي. بسم الله ما شاء الله، لاعب بيمثل الترجي الرياضي التونسي حاليا. سعودي. والله ابغى اقول لك ان انا سعودي يابا عن جد. مبروك عليك يا صاحبي، عقبالنا بجد. والله ما جيتش في جمل يعني. وأوضحت أن سلطة الإشراف كانت قد أدرجته ضمن برنامج عقود الأهداف بقيمة 165 ألف دولار دون احتساب منحة اللجنة الوطنية الأولمبية، معتبر أنه كان من أكثر عناصر فئته العمرية انتفاعا بالدعم. ده بيقول لك سباح ناشئ عنده 17 سنة. ده السعودية بدأت تركز شوية في موضوع السباحين الناشئين دول، أو مش السعودية، يمكن في أطراف تونسية بتقول لهم والله نبغى نقول لكم إن لا مؤاخذة عندنا سباحين ممكن يجيبوا لكم ذهبيات في بطولات عالم وبطولات شباب ويمثلكم أولمبيين. طبعا الجانب السعودي الله حلو ده، احنا هنقعد نأسس ناشئ وهنقعد نأسس سباح ليه؟ ما احنا ناخدهم جاهزين. تونس تجهز واحنا ناخد. معلش، ليس كل ما يكتف ثمرة بياكلها. انت كتفت الثمرة صح، خد حد تاني هياكلها. قرار تجنيس الرحموني اربك الحسابات. بحسب منصور فإن انتقال الرحموني لم يكن متوقعا، خاصة في ظل مواصفاته باستقرار وضعيته الاجتماعية والرياضية. كما شددت على أن الاتحاد وفر له معسكرات خارجية ومشاركات دولية في إطار خطة إعداد طويلة الأمد أو طويلة المدى. وترى رئاسة الاتحاد أن ما حصل يعكس تصاعد تأثير الإغراءات المالية على الرياضيين الشبان، محذرة من تكرار مثل هذه الحالات قد يهدد استمرارية مشروع رياضة النخبة في تونس، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات العالميه والاولمبيه. طبعا تونس عندها سباحين يخافوا عليهم بصراحه. فكرني بالظبط كده بمحمد الشربجي. محمد الشربجي لما قرر ان هو يغير تمثيل منتخب مصر ويروح يمثل انجلترا. اخوه يعني محمد الشربجي واخوه بيلعبوا سكواش، ومن اهم اللعيبه اللي موجودين في اللعبه. الشربجي قال لك ان انا همثل المنتخب الانجليزي، اخوه قال لك لا انا مصري وابويا مصري. بعد 3 شهور ويلكم انا ممثل الاتحاد الانجليزي بجد. والله يا باشا انت مش كنت مصري؟ معلش الكلام ده كان من 3 4 شهور. دلوقتي لا معلش انا بمثل المنتخب الانجليزي. وحاليا بسم الله ما شاء الله يعني محمد الشربجي في اي بطوله بيلعبها بتحب تلاقي العالم الانجليزي موجود جنبه كده منور. في مقابل هذا التحول حرصت منصور على ابراز نماذج اختارت التمسك بالرايه الوطنيه رغم العروض الماليه، مستهدفه بالبطل العالمي والاولمبي اسامه الملولي الذي يفضل مواصلة تمثيل تونس ونجح في تحقيق إنجازات تاريخية. وأكدت أن المرحلة الحالية تستوجب مراجعة شاملة لآليات الإحاطة بالرياضيين
في المستوى العالي عبر تحسين الاعتمادات، تسهيل عقود الاستشهار، وتوفير بيئة مستقرة تحفظ الكفاءات من النزيف. ولم تخفي رئيسة الجامعة وجود إشكاليات إدارية تعطل أحيانا وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة بالنسبة للرياضيين المقيمين بالخارج. وأشارت إن منحة تشجيعية مخصصة لأحد السباحين تعطلت بسبب إجراءات قانونية. يعني للأسف كنت بتكلم أنا في القصة دي قبل كده من فترة، إن اللعيبة اللي بيلعبوا في ألعاب فردية من أكتر الناس اللي بيتظلموا بشكل كبير قوي، وما بياخدوش حقوقهم بشكل كبير قوي، لأن للأسف الشديد مفيش ماكينة إعلامية بتدعمهم، فبتلاقيهم بيتظلموا في النص. وفي سياق متصل شددت منصور على ان الثنائي ايوب الحفناوي واحمد الجوادي يواصلان تمسكهما بتمثيل تونس. ما تقلقوش يا جماعه، الحتتين اللي عندنا لسه مستمرين في تمثيل تونس. طب بالله عليك بالله عليك يا استاذه، اقفلي الباب والنبي، اقفلي الباب عشان ممكن تلاقي اغراض جايه دلوقتي. اقفلي الباب على الحفناوي واقفلي الباب على الجوادي، بالله عليكي بالله عليكي اقفلي الباب عليهم. وذلك عقب تألقهما في البطولة الجماعية بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة وحصدهما 4 ميداليات. لا هما الاثنين بصراحة مشروع ميدالية أولمبية قادمة بالنسبة للمنتخب التونسي بإذن الله. بالنسبة لتونس بإذن الله. منتخب إيه؟ بالنسبة لمنتخب تونس في السباحة. وفي سياق متصل شددت منصور وبينت على أن عقد أهداف الجوادي مسجل بصفة رسمية، فيما يوجد عقد ايوب الحفناوي في طور التسويه، مؤكدا ان كليهما يمثلان ركيزه اساسيه لمستقبل السباحه التونسيه. ده حقيقي. يذكر ان رامي الرحموني سبق ان توج بعده ميداليات ذهبيه في البطولات الافريقيه للشبان في سباقات 200 متر و400 متر و800 متر و1000. الله اكبر، ده السعوديه خدت كنز. الله اكبر، مبروك عليكم يا جماعه. لا الولد شغال في كل السباقات. الله اكبر، مسافات قصيره ومسافات طويله شغال. قبل ان يختار خط تجربه جديده بالوان السعوديه في خطوه تعكس تحولات عميقه تعيشها الرياضه التونسيه اليوم. والله ما بيني وما بينك، هو مشروع التجنيس الخليجي بقى صعب دلوقتي. يعني مشروع التجنيس الخليجي بسم الله ما شاء الله، الموضوع بقاش ليه علاقه بالرياضات الجماعيه لا والله، الموضوع بقى ليه علاقه باي رياضه معديه في الشارع بجد. والله يا باشا، اي رياضه واي حاجه هترفع من قيمه الرياضه في البلدان الخليجيه مستعدين يعملوها عادي. البحرين بتجنس رباعين، والله بيجنسوا لعيبه رفع اثقال. فانت بتتكلم في ايه يا بيه؟ انت ربنا يسترها بجد. والله انا كنت كاتب انا بوست عن موضوع الاولمبياد ده، الاولمبياد اللي فاتت، كنت بقول هل الدخول الخليج في يعني مستقبل التجنيس وقصه التجنيس وتجنيس الالعاب الفرديه، هل ده ممكن يكون مؤثر علينا؟ وده بدانا نشوفه، لان للاسف الشديد في بلداننا سواء مصر او تونس الاهتمام يعني المشروع الاولمبي واللاعب اللي ممكن يحقق ميداليه اولمبيه مش موجود شويه. فبتلاقي الموضوع بيبقى عباره عن طفره، بتلاقي الموضوع بيبقى مجرد ان في حد مش متوقع هو اللي نجح. دايما اللي بنكون متوقعين ان هو ينجح ما بينجحش ولا بيعمل اي حاجه. الوزير السابق دكتور اشرف صبحي كان قايل لك ان احنا هنروح الاولمبياد نحقق بالميت 11 ميداليه، وايه اللي حصل؟ خدنا 3 ميداليات بالعافيه. فللاسف الشديد يعني القصه بالنسبه للالعاب الاولمبيه وبالنسبه للرياضات الاولمبيه والالعاب الفرديه لا صعبه قوي بصراحه. مبروك يا رحموني، ده اللي اقدر اقوله لك. والله مبروك يا رحموني. انا مش هقعد اتكلم معاك على الوطن والوطنيه، وانا عن نفسي 2000 دولار يحلوا لي مشاكلي مش لاقيهم من الوطن والوطنيه. انا اصلا ما فيش حاجه خربت بيتي ولا خربت بيت القناه غير الوطن والوطنيه. والله العظيم يعني انت عارف احنا لما كناش بنحب البلد دي وكنا بنهاجم البلد دي وكل اللي فيها عشان اي منافس، والله العظيم كان زماننا عدينا. فالوطنيه احيانا بتخسر يا ابني، ما بتكسبش حاجه والله.